جبت لكم النهارده اطول شيبسي في مصر. اطول شيبسي انا هجربه في حياتي، معرفش ده بقى في العالم ولا في مصر ولا في حياتي انا بس. النهارده جبت لكم نوع جديد من الشيبسي اسمه لونج شيبس. ده كان موجود بره مصر وانا ما صدقت انه نزل، قلت هنجربه سوا بقى واشوف ايه الشيبسي اللي هو معمول شرايح طويله دي، هيبقى مختلف عن العادي ولا هي. فتعالوا نجربه سوا ونشوف. بصوا انا جبت منه الانواع اللي نزلت كلها. اول نوع منها الاوريجينال. المفروض ان ده يا جماعه ماشد بوتيتو، يعني بطاطس مهروسه، حتى هي مرسوم عليها هنا البطاطس مسلوقه وبعد كده مهروسه. بصوا اتسلقت وبعد كده اتهرست وبعد كده اتفردوها وحطوها على الصينيه ودخلت الفرن. المفروض ان شيبسي بالمواصفات دي صحيه. تعالوا نشوف الكالوريز اللي فيها قد ايه. هي الباكت 75 جرام، في 385 كالوري. هي 385 مش قليل برضو الصراحه. خلينا في الطعم دلوقتي. المفروض ان هي مسلوقه مش مقليه، فهنشوف طعمها حلو ولا لا. ده الاوريجينال اللي هو المفروض بالملح، ما فيهوش اي طعم، اي اضافه اي طعم يعني. تعالوا نفتحها ونشوف جواها ايه. بصوا يا جماعه، الشيبسية طويله ورقيقه قوي، رقيقه جدا بس طويله، ومحطوطه في الباكت البلاستيك ده فمحافظ عليها مش متكسره زي ما انتم شايفين. تعالوا نقول بسم الله وندوقها. بسم الله. اتكسرت. بسم الله. لا طعمها حلو، طعمها حلو وطبيعي كده، من الشيبسيات الحلوه اللي هي بتبقى زي اللي مخبوزه كده، بس طعمها طازه وفي كده فريشنس كده حلوه، يعني انا عجباني بصراحه. حلو الاوريجينال. ف انا عجبني بصراحه. تعالوا نشوف الطعم التاني. في بقى بالخل والملح. ده بالخل والملح. تعالوا نفتح نشوف. نفس الحاجه، بس ريحه الخل طالعه فظيعه. بسم الله. شيبسي بالخل والملح. طعم الخل مش قوي 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 زي ما ريحته، يعني الريحه اقوى من الطعم، وبرده عجبني. ده حلو قوي برضه، ما فيهوش طعم الحاجه اللي هي الزيت اللي مش حلو بقى، اللي ما بيعجبكش في الحاجه ده او في الشيبسيات في المغلفه عامه. لا هو طعمه مش باين فيه زيت، مش باين فيه اي حاجه تضايقك، فانا عاجبني بصراحه النوع ده. تعالوا نشوف اللي بعد كده بقى اللي هو بالجبنه. برضو كله بطاطس مهروسه ومعموله في الفرن. تعالوا نشوف ده. ما فيهوش ريحه ظاهره قوي، يعني ريحته ضعيفه شويه. تعالوا نشوف ندوق. استنى كده. طعم الجبنه برضو على الهادي، باينه فيه بس هاديه. طعم جبنه عاديه مش جبنه متبله، فاللي بيحب الجبنه هيحبها، مش الطعم اللي يضايقك. حلو. بعد كده في ساور كريم اند اونيون، اللي هي الجبنه المتبله يعني. هنشوفها.
ده طعمه الجبنه المتبله زي الشيبس اللي بنجيبه بالجبنه المتبله عادي، نفس الطعم بس برضو على الهادي. حلوه، انا كله عاجبني لحد دلوقتي، مش هقول على حاجه وحشه ولا ايه. تعالوا نشوف اللي بعده، وده انا مقلقه منه الحقيقه. ده بقى هاني باربيكيو، باربيكيو عسل. انا مش متخيله بالعسل ده بصراحه هيبقى ايه. هل هيبقى مسكر زياده؟ مش عارفه، هنشوف. بص حتى راسمين عليه عسل. هي ريحتهم برضو يعني مفيش غير الخل هي اللي ريحته كانت ظاهره شويه زياده، الباقي ريحته هاديه، وطعمه برضو الطعم اللي فيه على الهادي، يعني مش طعم قوي قوي ولا ضعيف قوي، طعمه متوسط حلو. تعالوا ندوق بقى اللي بالعسل ده. ما ضايقنيش خالص، طعمه حلو، ما فيهوش طعم عسل بس فيه طعم الباربيكيو، طعم الباربيكيو ظاهر فيه. ما فيش طعم عسل ظاهر يعني، بس الباربيكيو فيه مش مسكر قوي، مدي بس الهنت بتاع الباربيكيو كده، التدخين، فبرضه حلو، برضه حلو، عايز اطلع فيه عادي. تعالوا نشوف اخر حاجه. اخر حاجه بقى هوت شيلي، يعني المفروض ان ده حراق قوي. بصوا راسمين عليه الفلفل بيطلع نار ازاي، ومكتوب عليه فايري تيست، يعني المفروض ان هو طعمه نار. هنشوف. انا عن نفسي بحب الحراق، فده لو طلع حراق قوي بالنسبه لي يبقى هو يا جماعه اللي ما بيحبش الحراق ما يجيبوش. تعالوا نجرب. بصوا لونه، هو لونه باين، شايفين اللون احمر ازاي، والريحه ريحه شطه، ربنا يستر. تعالوا ندوق. حراق يا جماعه قوي. لا ده حراق، ده حراق، هو عاجبني بس هو حراق، مش اي حد يقدر عليه. وعايزه اقول لكم مش طعم الشطه اللي احنا متعودين عليه في الشيبسي، ده طعمه اقرب للفلفل، عارفين طعم الفلفل الحراق مش الشطه الحراقه، يعني فاهميني، فلفل حراق مش شطه، بس حراق زياده، يعني اللي ما بيحبش الشطه او حاسس ان هو هتبقى ضعيفه، ده الطعم الوحيد اللي حسيته قوي قوي في كل الاطعمه اللي فاتت، وبرده عجبني اي عجبني، بس ما بيحبش الحراق ما يجيبوش. فانا مش هعرف ارتبهم الحقيقه، كلهم عاجبني، اللي بيحب الملح واللي بيحب الجبنه واللي بيحب الخل والحاجات دي كلها، كله هيعجبه، يعني حاولوا تجربوه. انا عجبني جدا كل قطعينته، فكره جديده، الشيبسي الطويل ده اللي ماسك نفسه ومش متكسر والطعم فيه هادي وبس، يعني هادي بس انت حاسس بطعم الحاجه. عجبني جدا. الواحد من ده جبته ب 28 جنيه. هكررها تاني، هكررها تاني الحقيقه، هو مختلف عن التانيين، مش مزيت، بيديك طعم حلو خفيف. انا عجبني، انا عن نفسي عجبني. ف لونج شيبسي يا جماعه اختراع حلو، جربوا. يلا باي.